يا صباح الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم. ربنا يعود علينا الايام وعليكم بالخير يا رب. جايه لكم النهارده بقى بفيديو جديد كله حماس كده، كله تفريزات عشان خاطر شهر رمضان وكمان عشان خاطر الموسم بتاعنا. بنشوف ايه اللي محتاجينه وبنجيبه كده في حاجات على حسب بقى كل فتره بيبقى ليها مثلا فاكهه وخضار معينين. شوفي انتي بقى بتحبي تفرزي ايه وبتبداي تشتغلي فيه على طول. انا عموما مش برجح ان انا اجيب الحاجه وهي غاليه جدا لسه طالعه او لسه نازله. وبرده مش برجح ان انا استنى ما هي ترخص خالص لان بتكون باظت. سواء توم سواء اي حاجه عامه بتكون بحس ان هي دودت زي الفراوله او الكلام ده كله، او بطلع منها الهدر بيبقى فيها كتير. فلا بحب ان انا اجيبها في النص كده في الفتره بتاعتها اول لما تطلع. بدايه الفيديو بقى عندي بالكاتل القمر ده جاي لي هديه، والدتي جابتهولي. انا بقالي فتره كنت اتشائمت من كل كاتل اجيبه بيبوظ عندي، لدرجه ان الكاتل لقيته اتخرم وانا لسه مستخدماه قبليها ب10 دقايق. فجبته كده، هي جابت لي التورنيدو ده ربنا يخليها لي. انا عيد ميلادي الشهر ده، فهي قالت لي لا انا هجيب لك حاجه بقى في البيت تكوني انتي بتستخدميها اصلا. فجابت لي بقى الكاتل ده تورنيدو، لتر و700 او حاجه زي كده. فجابته لي وكان عاجبني جدا وكنت بجربه بقى وبفتحه قدامكم كده ووريته لكم. جربته بقى، غليته كده اكتر من مره وحطيت فيه حبه خل على حبه ملح ليمون وغليته وكبيت الميه اللي فيه وعقمته يعني وغسلته، وبعد كده حطيته عندي على الايه، على الرخام. البرتقال ده لو تفتكروا انا كنت جايباه من المشتريات اللي هي بتاعت سوق العبور. وبصراحه انا طبعا عندي فراوله وعندي كذا حاجه كانت لازم تخلص الاول، فالحاجه اللي هقدر ان انا اخليها شويه بخليها. طبعا الفراوله ملهاش عمر فكان لازم ان انا ابدا شغل فيها هي ايه الاول. بصوا بقى المطبخ عندي ضيق زي ما انتم عارفين فمش هينفع القعده جوه. جبت الكبه بتاعتي وجبت المشترك وجبت حافظه كده في قلب الريسبشن عندي، وقعدت كده قدام المطبخ غسلت البرتقال ده غسله محترمه. بقيت يعني كل شويه اجيب حبه كده اغسلهم وانقعهم كويس جدا بالفرشه، وبعد كده اخرجهم ايه اصفيهم وابدا ان انا اشتغل فيهم. بصوا الموضوع كان مرهق جدا، بس احنا عندنا البرتقال ده حاجه اساسيه جدا في الفطار بتاع رمضان. انا بحب يعني انا ما بختصرش رمضان في الفطار على تمر او صوبيا او الكلام ده كله. كل ده بحبه، بس برضو بحب البرتقال وبحب الفراوله جدا. حتى لو هعصره قبل الفطار وممكن نشرب منه بعد الفطار. انا عصرت الكميه دي كانوا قفاصين، بس انا يعني ما رضيتش ان انا افضل ان انا اصور كل الكميه عشان ما اضيعش وقتكم معايا في الفيديو. زي ما انتوا شفتوا انا بعصره على العصاره بقالي سنين على كده. في اوقات كانت بتبقى كميات صغيره ممكن اقطعها واحطها مثلا في اطباق، بس برضو ما بحسش بنفس الطعم كده، بيبقى مركز وريحته فيه وبصراحه بيعجبني. وبقالي سنين على كده عصرت كل الكميه اللي عندي على العصاره، مش بضربهم في الخلاط. وجبت كيس كده جنبي واتعاملت بقى في القشر وكل حاجه بحيث ان انا ما كركبش الدنيا حواليا. كل شفشق بخلصه بعبيه في اكياس لحد ما عمل عندي الكميه دي ما شاء الله عليها. بصوا كميه البرتقال انا مش بحبه بالجزر، لو انت بتحبيه بيضاعف عندك الكميه وبيبقى الفوائد اكتر، بس انا بصراحه ما بحبوش. طلعت بقى كل ده على الفريزر ودخلت بقى في اللي بعده. ده كان تاني يوم. انا ما كانش عندي توم بقالي داخله على شهر، اول مره افرز توم ويخلص عندي قبل الموسم بتاعه ما يكون جه. انا بيبقى عندي تملي كيس احتياطي كده حتى لو الموسم بتاع التوم جه. انتوا يعني عارفين الاول بتبقى الدنيا غاليه اول لما بينزل، فانا بيبقى عندي كيس احتياطي كده بحيث ان انا استناه لحد ما يرخص شويه وبعد كده اشتري. المره دي بقى حصل على عكس العاده. التوم عندي ما كانش موجود وكنت بستخدم اللي هو الناشف ده الفصوص، والموضوع كان مضايقني جدا. المره دي بقى قلت هزود شويه في الكميه عشان برضو الاستخدام بتاعي يمكن زاد شويه. اليوم ده كان بتاع التوم معدي الكيلو كان ب5 جنيه قصدي كان ب6 جنيه. فانا اخدت منه 5 كيلو عشان خاطر مش عشان خاطر استناه ان هو يرخص او يبقى اقل، هو كده سعره برضو مش غالي قوي. بس هو الروس بتاعته كانت صغيره والكبيره فيها كانت قليله جدا. فانا ما بحبش الروس اللي هي الصغيره بتوزن عندي، والعروش بتاعتها دي بتوزن كتير فبتلاقي الكميه اللي مطلعاها اقل. فقلت همشي نفسي بالخمسه دول لحد ما انزل اشتري ايه بقيه الكميه اللي هفرزها معاكم ان شاء الله. فقلت دول ينفعوني برضو اعمل كام كيس كده عندي في الفريزر لحد ما ايه ابدا ان انا يعني اجيب الكميه اللي هفرزها كلها بدل ما استخدم الناشف يعني برضو هو غالي. ببدا ان انا اقطع كده اقشر كل القشره اللي بره. انا خليته هو شال لي العروش دي كلها اللي بتبقى من تحت انا مش هستخدمها. وقلت ايه اخليه يعمل لي الروز كده بس. فبدات ان انا بشيل الجزء اللي هو في النص ده. ببدا ان انا اشيل الجزء اللي هو الخشبه اللي هي بتبقى في النص دي عشان هتبوظ الكبه عندك. وبقسمه نصين. طبعا التوم اللي هو الطري ده
ما بيتقشرش كله، القشره بتاعته دي بتكون طريه برده وبتتفرم معاكي، يا دوبك هو بيتقسم نصين وبتشال اول قشرتين بس بيكونوا ناشفين شويه، والجزء اللي في النص زي ما قلت لك، وبعد كده بقطعه نصين وبروح حاطاه ايه في الطبق عندي. برده بحاول ان انا ايه على قد ما بقدر ما يكونش فيها طينه، ما يكونش فيها اي حاجه لانه ما بيتغسلش، فبحاول على قد ما بقدر ان انا ايه يعني انفضه كويس او اشيل اي طينه منه كده او اي ترابه منه. ولو بفوطه جنبك، لو لقيتي حاجه مستدعيه ان انت تمسحيها بفوطه مفيش مشكله، بدل ما الطينه دي تدخل معاكي في قلب ايه التوم لما بيتفرم. بصوا يا جماعه، انا دي طريقتي بقالها سنين السنين، على حسب امي ما معوداني عليها. التوم بيفضل لحد ما بيخلص عندك ابيض وما بيجرالوش اي حاجه. انا ما بضيفش اي حاجه للتوم بتاعي غير حبه الملح، ما بحطش اي زيوت. الزيت بيخليه يصفر ويبقى لونه اورنج، وبحس ان ريحته فاحت جدا في قلب الفريزر. انا هو كل اللي بحطه بس بجيب كيس ملح على حسب، يعني 5 كيلو دول ممكن احط عليهم اقل من كيس كمان، اللي هو الصغير، حبه ملح وخلاص. انا بالنسبه لي الملح كده هو ماده الحفظ بتاعتي في التوم. اخلص كل الكميه معاكم كده، وبعد كده هشغل الكبه بتاعتي واوريكي بفرمه ايه ازاي، عشان تقدري تحافظي عليه لحد اخر حاجه او اخر كيس بتاخديه. بيفضل لونه ابيض زي البافته البيضه. طبعا التوم اللي انتي بتفرزيه غير اللي بتشتريه طبعا من بره متفرز، لان التوم اللي بيبقى متفرز من بره بتلاقيه اخضر شويه مخضر عن اللي انتي بتعمليه، لان بيسيبوا جزء من العروش بحيث ان تبقى الكميه كبيره. انا عندي بقى في الطبيعي لما بكون جايبه كميه بروح شايله العروش دي على جنب، باخد الجزء اللي هو بقى فوق الراس على طول حته صغيره كده، بشيل منها الجزء اللي في النص، وبعد كده بروح عامله ايه، بروح فرماها لوحدها. هوريكي برده لما اجي اعمل بقيه التوم اللي انا هجيبه يعني فرزه. انا المره دي شلت العروش كلها لان كده كده انا كنت حاسه ان التوم ناشف شويه منه، فهوريكي لما اجي اعمل بقيه التوم التاني ازاي بستخدم العروش التانية. انا هنا طبعا كنت الصبح فعملت كده يا دوبك سندوتشات كده للولاد وانا واقفه، فعشان ابدا ان انا انجز يومي قلت كل ما يحتاجوا سندوتش بيجوا ايه ياخدوا بيكملوا فطار. كنت حاطه لهم بقى فرشه بره كده بيقعدوا ياكلوا ايه يفطروا عليها. فخلصت بقى هخلص كده بقيه الكميه وهوريكم بقى بنفرم ايه ازاي. بعد ما خلصنا بقى جبت الطبق كده عندي اللي انا ايه موجود فيه التوم يعني. جبت بقى الكبه بتاعتي. الكبه بتاعتي انا ما بفرمش عليها التوم ناعم ابدا، انا عامه لما بفرمه ناعم بحسه بيصفر وبيعمل زي زيوت. انا عايزه تفرمي الفرم بتاعك فرمه خشنه شويه. عموما التوم بيدوب في اي اكل، فانتي حتى لو حمرتيه او هتحسي ان هو هيبقى باين، لا هو برضو هيدوب. فانا هنا ببدا ان انا ايه جبت الكبه بتاعتي والسكينه بتاعتي، وهبدا ان انا ايه افرم فرمه. هوريها لك دلوقتي، لا هي ناعمه قوي ولا هي خشنه قوي، بحيث ان التوم يقعد معاكي اطول وقت، ما يبقاش لا الزيت بتاعه نزل ولا الريحه بتاعته افورت. جبت كيس الملح عندي بقى ايه حضره هنا جنبي، وكل فرمه بصوا كيس الملح اللي هو الصغير كمان. وهبدا ان انا اشغل ادور الكبه بتاعتي كده على الاول على السرعه القليله، بحيث ان انا احط كل كميه التوم اللي عندي الاول، وبعد كده هعلي الكبه بتاعتي. وبرده انا مش عايزه افرمه ناعم جدا. هشتغل بقى كل الكميه معاكم. طبعا انا بعد ما هخلص ده سر برده من اسرار النجاح بتاعه التوم، ان هو ما يصفرش معاكي، ان انتي بعد ما هتفرميه يعني مش هتحطيه في طبق لحد ما تخلصي الكميه بتاعتك كلها وبعدين تنزليه في اكياس. ده برده هيخلي التوم معاكي يصفر، وما بتحط على بعض الزيوت بتبدا تنزل، بيفرز الزيوت بتاعته السائل ده، فبيبدا ان هو ايه يصفر معاكي. بصي التوم بتاعك ابيض، وهيفضل والله في الاستخدام بتاعك هيفضل ابيض لحد اخر كيس. ده انا ضمناه، يعني ضمناه باذن الله، ضمناه ليكم كلكم. بصوا ببدا ان انا احط كده كل كميه التوم في اكياس على طول، بعبي كل كبه ببقى عارفه ان هي هتعمل كيسين، واحطها في اكياس كده، لاني انا بحط في برطمان يعني بحط في برطمان واحد بس عندي. كل ما بيخلص بطلع كيس من الفريزر عندي عشان ما ياخدش مكان، بطلع كيس وبروح مفضياه في قلب برطمان. وساعات على فكره ممكن بكسر كده من اكياس بفردها كويس زي ما انتم شايفين، ببطط الكيس بتاعي كده، بيبقى سهل عليا ان انا اكسر من الكيس حته صغيره كده على قد الاستخدام. وبرده احيانا زي ما قلت لكم في الاول بحطه ايه في البرطمان. هبدا بقى ان انا اخلص كل الكميه اللي عندي، هو دوبك بس مرتين 3 كده ضربت بالكبه وخلاص. دول 5 كيلو، مش كتير ان هم ايه يعني هياخدوا معايا فرم كتير، بس على قد ما هم هينفعوني لحد ما اعمل بقيه الكميه بتاعه التوم بتاعتي. عبيت بقى كله كده.
عملوا بقى معايا كل الاكياس دي، وبعد كده طبعا ايه نضفت الكبه بتاعتي كويس، حطيت على الفوطه دي حبه خل عشان خاطر ايه اشيل اي روايح من الكبه. بصوا بقى عملوا معايا بتاع 4 اكياس حلوين اهم خالص. طبعا ما خدوش عندي الا بتاع 3/4 كده كيس قصدي اقصد نص كيس الملح. وكل كيس ببططه كده كويس، اكياس التلاجة العاديه، وببدا ان انا اطبقه عشان ما ياخدش عندي ايه برده مكان في الفريزر. ده الكيس الاخير ده كنت هبعته بقى لجارتي عشان ما كانش عندها برده توم ولسه ما عملتش. نيجي بقى للبسله. البسله دي انا ما جبتهاش من سوق العبور، انا جبتها من تحت من اولاد رجب اللي هو في مدينه نصر. كنت معديه بالصدفه ولقيت عنده البسله مليانه وحلوه، انا مش رايحه مخصوص عشان خاطر البسله. قعدنا بقى وفرطناها، وبعد كده طلعت كده كنت عند جارتي، فطلعت بقى ايه اجففها. هي عارفه ان انا بعرف افرز البسله، فقالت لي ايه خدي اعمليها لي معاكي بالمره. خدت الكميه، انا كنت 5 وهي 5 وشويه، فايه قلنا نعمل الكميه كلها سوا مع بعض. اول حاجه بحط حله ميه تغلي على النار، انا مش عايزاها توصل للغليان يعني. بصوا هي بدات اهي اللي هي تسخن قوي، وبروح حاطه عليها معلقه سكر كبيره ومعلقه ملح صغيره او اقل كمان من المعلقه يعني. بحط حبه ملح ومعلقه سكر، وهي الميه بتبقى سخنه عندي. ممكن احط البسله على طول على الحله وبعد كده اطلعها اصفيها، بس انا بحب ان انا احط المصفى على طول من الاول بحيث ان انا يبقى سهل عليا ان انا اشيل البسله على طول يعني ما تتهريش مني. بصوا لو عندك اي مصفى كده اهو زي ما انتم شايفين، حطيت المصفى والميه طبعا طالعه من الاخرام بتاعه المصفى دي، فبيبقى عليكي سهل ان انت تشيليها كلها على طول. هبدا ان انا اجيب معلقه كده وبقلب في البسله بتاعتي يمين وشمال، يا دوبك 3-4 دقايق على النار، ما بتاخدش وقت خالص. انا مش عايزاها تستوي، انا بس عايزاها تخضر كده، اللون بتاعها هتلاقيه بيتغير معايا وانا بقلبها. بتنطر كل الخضار بتاعها بتنطره لبره وبتبدا ان هي تخضر. حتى هوريكم دلوقتي فرق اللون. ميرا مش تعالي اطلعي يلا هوريكم بقى فرق اللون بتاع البسله عندي. بصوا بدات تنطر الخضار بتاعها كله بره. احنا اول لما هي هتخضر كده قلبها يمين وشمال دقيقتين. ممكن تسكتي عشان انا بسجل. بتبدا ان هي تنطر الخضار بتاعها كده بره، فهتبدا ان هي ايه خلاص انا هبدا ان انا اشيلها. بصوا انا هنا بوريكم فرق اللون اللي اتفرزت واللي ما اتفرزتش. هبدا بقى ان انا اطلعها على طول اصفيها الاول بالمصفى كده، وهبدا ان انا ادخلها على ميه ساقعه. بصوا لو انتوا في الصيف ممكن نعملها بميه يعني ميه متلجه، بس انا كنت شايفه اصلا الحنفيه اليوم ده كانت الميه متلجه، فقلت لا لي خليني احط تلج وكده، فطلعتها على طول على الميه اللي هي في الحوض عندي بحيث ان هي توقف عمليه السوا بتاعتها، وان هي السخونه بتاعتها كلها تطلع منها. وهبدا ان انا طلعت مصفى تانية كده، وهبدا ان انا ايه اصفيها مره تانية. بص البسله عندي بتبقى خضرة ازاي بعد ما بتتفرزن بتخضر، فخلاص بنشيلها من على النار. خلص بقى كل الكميه كده بنفس الطريقه دي. كان الباقي اللي هو في الشنطه عندي بتاعي وبرده هشيله. فتحت بقى الشنطه التانية اللي هي كانت بتاعت جارتي، فهبدا برضو ان انا ايه اعملها بنفس الطريقه. في حاجات طبعا بنبقى ناسيينها ما فرطناهاش، فببدا ان انا بصوا اول لما هقلب كده تقلبتين هروح ايه شايلاها على طول، اللي هي اول ما بتغدر يعني بروح شايلاها ومصفياها زي ما انتم شايفين. خلص بقى كل الكميه بتاعتي كده، وهوريكم بقى عبيتها في اكياس بعد ما تتصفى خالص. انا مش عايزه احطها وهي فيها ميه عشان ما تعملش معاكي تلج في قلب الفريزر لما تحطيها في الفريزر. فانت يا دوبك بتطلعيها بتصفيها، وبعد كده بتروحي ايه معبياها بعد ما تتصفي. خلصنا بقى كل الكميه وصفيناها كده سيبناها على جنب، وهبدا بقى ان انا اعمل معاكم ايه كوبايه نسكافيه كده حلوه، بحيث ان الواحد يبقى رايق كده وهو شغال معاكم. بصوا طبعا الميه السخنه بقى بعد ما الكاتل جه حوار. بدات بقى ان انا اضربها كده بالمضرب، والله بضرب على طول النسكافيه عندي بالمضرب اللي هو بتاع البيض ده. فبصوا بس اهم حاجه ان الميه بتاعتك تكون قليله عشان ما يعملش فوم وهمي كده ويبقى فيه رغاوي مش حلوه. فانتي بصي كده عمل كانه كريمه بالظبط. عملت كده كوبايه نسكافيه وهشربها بقى واحنا واقفين مع بعض كده، ونعبي بقى ايه بواقي بقيه البسله كلها ونحطها على طول في الفريزر.
بتمنى يكون الفيديو عجبكم النهارده وتكونوا اتشجعتوا منه. بص هو يعني تضمن كذا حاجه ويومين ورا بعض، بس انا كنت في حاجات لازم اخلص منها عشان خاطر ارتاح. يعني البسله هي وقتها معين وبعد كده بتلاقيها دودت ومش حلوه. برضو نفس الكلام في التوم بتلاقوه نشف. فالحقي خزني الحاجات اللي انت ايه بتستخدميها او استخدامك دايم ليها، وشوفي انت بتبقي عارفه استخدامك ليها قد ايه، فانت شوفي ايه اللي محتاجاه وابداي خزنيه. اي نعم هو الموضوع بيبقى مثلا يوم او يومين مرهق، بس بعد كده والله العظيم بترتاحي سنه. يعني انا مجرد ان انا خلصت صلصه الطماطم وعملت كام صنف من الخضار كده بيريح معاكي وبيساعد معاكي. طبعا البرتقال والكلام ده كله بيساعدك بعد كده في كذا حاجه، بتبقى كل حاجه جاهزه عندك. اتعبي يوم وبعد كده هتدعي لي والله العظيم. انا من بدري قوي يعني من يوم ما اتجوزت وانا موضوع التفريز ده انا بحبه عشان بينجز وقت معايا. عملت كمان كده نسكافيه لوالدتي، كانت واقفه معايا بتقولي انا تعبت معاكي وبتاع، فعملت ليا وليها كده وبدات ان انا اغلي اللبن ونشرب بقى النسكافيه مع بعض. وبتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف على قلوبكم. ما تنسيش بقى لو عجبك الفيديو النهارده وعجبتك القناه تشتركي وتعملي لايك على الفيديو وتنوريني. وده بيبقى بصي انا ببقى في قمه سعادتي لما بلاقي حد جديد اشترك عندي وحد جديد كاتب لي. وبتمنى اكون خفيفه على قلوبكم وما اكونش زهقتكم في الفيديو بالرغي بتاعي ده، بس انا بحب اقول لكم على كل التفاصيل اللي انا بعملها واحس ان انتوا مني. يعني بتكلم معاكم كده بحس ان انا مش بتكلم مع حد غريب، على عكس العاده. يعني لما بكون بتفرج انا على الفيديو بلاقي نفسي مكسوفه، فانا لا ما بحسكوش حد غريب كده وانا باجي اسجل الفيديو. بدات بقى جبت الكوبايه المعياريه دي، والله اي حاجه معلقه كبشه هي دي اللي كانت قدامي، وبدات ان انا ادخل كل البسله بتاعتي. بصوا لونها تحفه ومش هتاخد معاكي بقى زي البسله العاديه، مش تاخد معانا وقت على النار. انا عموما ساعات بعملها بالجزر وساعات بعملها من غير الجزر، إيه اللي يريحك. بس اهم حاجه ان انت لما هتطلعيها لو هي بالجزر او لو بتستخدمي الجزر في اي حاجه تانية، الجزر هيطلع يعني اللي هتفرزنيه مش هينفع عندك على سلطه او على اي حاجه من دي، هيطلع عندك على النار على طول. زي الفلفل الالوان والفلفل الاخضر لما باجي اعملهم بطلعهم يا دوبك على النار، مش بستنى ان هم يفكوا عشان بيكون نزل كل السوائل اللي جواه، بيبقى عامل زي السفنج كده. فانا اليوم ده ما كنتش عامله الجزر، بس برضه هعمل حبه كده حلوين عشان هو اليومين دول مسكر. هو موجود طول السنه بس هعمل حبه كده البسله لانهم مسكر جدا اليومين دول، فهعمل حبه وهوريكم هعملهم ازاي، وبرضه هطلعه على النار على طول مع البسله. يا رب يكون الفيديو عجبكم ما كنتش تقلت عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.